قصتنا بتبدأ مع محارب ومعاه 4 من أصحابه وبيكونوا جوه الدانجيون، وبنعرف إنهم قتلوا 3 من أصل 5 جنرالات شيطانيين، وإنهم رايحين عشان يخضعوا ملك الشياطين ويقضوا عليه. فبنلاقي المحاربين ال5 دول قدامهم مجموعة كبيرة من الوحوش، وبتكون الوحوش دي وحوش شبيهة بالتنانين ووحوش تانية شبيهة بالجوبلينز. فبيقوم المحارب اللي اسمه فيرموس بالهجوم عليهم، وبنعرف إن لقبه العظيم فيرموس. وبنلاقي الساحرة بتجري ورا فيرموس وبتقول له بص لكل الأعداء دول، وبتقول له شوف انا هقضي عليهم بسحر ازاي. وبنلاقيها هجمت عليهم بهجمات سحريه قويه، وبنعرف ان لقبها الحكيمه سينيا. وبنلاقي واحده تانية في الفريق بيهجم عليها وحش من وراها، بس بتحطم دماغ الوحش ده في ثانيه. وبنعرف ان لقبها المخلصه لانوس. وبعدين بنلاقي الفارس ابو فاس كبير ده بيهجم على وحوش كتير بضربه واحده وبيخلص عليهم. بنعرف ان لقبه الشجاع مرون. بنلاقي واحد بيجري بسرعه كده وبيقوم شاتم فيرموس وبيقول له ما تفكرش يا فيرموس انك هتتفوق عليا. وبنلاقيه بيجري على الوحوش بسرعه كبيره وبيخلص عليهم في حركات سريعه جدا. وبنعرف ان لقبه الاحمق هاميل. نعرف ان هاميل ده كان دايما بيحس بالغيره من فيرموس. فهاميل بيقول احنا شكلنا كده خلصنا على كل الوحوش. وبعدين بنلاقي هجمه سريعه متوجهه لفيرموس، بس هاميل بيتلقى الهجمه دي بدل فيرموس، وبتكون الهجمه عميقه جدا. وبنلاقي ان سبب الهجمه دي وحش عنده هروم كبيره. وبنلاقي الوحش اللي هجم عليهم دول قاعد عمال بيضحك في استهزاء، وبيقوم هاجم عليهم تاني، بس فيرموس بيرد الهجمه المره دي وبيقرب بسرعه كبيره من الوحش وبيقوم مديله ضربه قاضيه. وبنلاقي انه قدر يقسم الوحش ده نصين ويخلص عليه تماما. وبنلاقي بقى اعضاء الفريق خايفين على هاميل بسبب الهجمه اللي هو خدها، وبيكون الحزن ماليهم كلهم. وبنلاقي فيرموس بيقول له ما كانش لازم تموت كده. فبنلاقي هاميل بيرد عليه وبيقول له الموتة دي مش مشرفه خالص. وبنعرف ان هاميل كان نادم جدا على الماضي بتاعه لانه عمره ما كان صادق مع زملائه. فهاميل بيندى على فيرموس وبيقول له يا فيرموس انتقم لي وهزمهم كلهم. فبنلاقي فيرموس مسك ايده وبيقسم انه هيبيدهم كلهم. فهاميل بيكون مبسوط جدا، هو قاعد عمال بيحتضر وبياخد انفاسه الاخيره. فهاميل بيقول لهم انتم اشجع واقوى محاربين وانهم الاقوى. وبيكونوا اصحابه متاثرين جدا بالكلام اللي هو قاعد عمال بيقوله، وبيقول لهم في الواقع انا. وبنلاقي واحد صغير قاعد عمال بيدوس على المجله فجاه، وبنكتشف انه كان قاعد عمال بيقرا في قصه او في مجله، وبيقول انا ما قلتش الكلام ده. وبيقول ايه القرف ده اللي انا كنت قاعد عمال بقراه. بيقول انا غاضب جدا بغض النظر عن عدد المرات اللي انا قرات فيها البتاع ده، ومش قادر يفهم مين اللي كتب التفاهه دي عنه. وتقريبا الشخص ده هو هاميل. وبيقول لو كان يعرف الشخص ده كان راح وضربه. وبيقول انا ليه الوحيد اللي لقبي ما فيهوش عظيم او حكيم او مخلص او شجاع، ليه لقبي الاحمق في القصه دي. وبيقولوا ان هم كتبوا البتاع ده من 300 سنه. وبنكتشف ان هاميل رجع بالزمن بعد الاحداث دي ب 300 سنه. وبيفضل يتسائل هم ليه سابوا الكتاب الخيالي ده، وانهم ما فكروش يحموا شرف زميلهم. وبنلاقي هاميل بيقول ان ما حدش اتوقع موته على اي حال. وبنلاقي هاميل بيكون مستغرب انه رجع للحياه ومعاه ذكرياته من الماضي. وبيقول انه مات من 300 سنه لما كان بيقاتل ملك الشياطين. وبنلاقيه بيقاطع تفكيره وصوره قدامه، وبيبقى ده فيرموس. وبنعرف ان تم تجسيده باعتباره سليل المحاربين فيرموس. وبنلاقي هاميل بيفتكر ذكريات عن فيرموس، وبيقول ان فيرموس ده كان عنده معجبات كتير غير الزوجه بتاعته. وبنلاقي هاميل بيقول ان فيرموس ما كانش شخص مهتم بالنساء، بس بيقول ان ممكن التقدم في العمر بتاعه غير الحاجه دي فيه. وبيقولوا انه متفهم الكلام ده لانه انسان بعد كل حاجه. وبنعرف ان في العالم ده ان هاميل اتولد من جديد وكان اسمه يوجين، بس احنا هنكمل نناديه هاميل. وبنعرف ان بيبقى فيه حفل، وان الحفل ده بيحظر على الاطفال من العائلات الفرعيه استخدام اي سيوف حقيقيه او تطوير المانا. وبنعرف ان هاميل كان بيتدرب بسيف خشبي للسبب ده. وبنلاقيه بينهال بهجمات كتير وسريعه على دميه التدريب، وبيقوم حادف السيف الخشبي بتاعه وقاسم دميه التدريب نصين. فبتقوم دميه التدريب دي وقع قدامه. وبنكتشف ان في واحد بيكون قاعد عمال بيتفرج وبيقول في نفسه انه كسر الدميه تاني. وبنكتشف ان الشخص ده يبقى ابوه، وبيبقى ابوه مستغرب وبيقول هو ده منظر جسم الطفل عنده 13 سنه. بيقول بصراحه انا حاسس ان انا هخسر لو قتلته وانا اعزل. وبيقول له يا يوجين انا عارف انك ابني، بس انت احيانا تصرفاتك بتخوفني، تصرفاتك دي مش بتتناسب مع عمرك خالص. وبنلاقي يوجين بيبص له بنظره شرسه اللي هو هاميل. ووالده بيقول بالرغم انه خسر والدته في سن مبكر جدا بس هو ما حزنش عليها خالص. فبنلاقي هاميل بيقول لابوه الدميه دي بتتكسر عشان مهارات الحداده بتاعتها تافهه. وبيقول لابوه ازاي الحداد بيبيع منتج رديء زي ده. وبيقول المفروض نجيبه هنا ونعاقبه، بس انت رحيم جدا يا ابني. وبنلاقي ابوه بيقلق شويه وبيقول له ماشي انا هحذره. وبنلاقي ان الحفل ده هيبقى غدا، وان اسم الحفل حفل خط العائله، وان الحفل ده تقليد ملهوش معنى وبيحصل كل 10 سنوات في عائله قلب الاسد اللي يوجين جزء منها. وان في الحفل ده بيحضر جميع العائلات الرئيسيه والفرعيه وكل
الاطفال اللي بتتراوح اعمارهم من 10 ل 15 سنه وبيكونوا متجمعين في المنزل الرئيسي للعائله، وان الاطفال دول بيتواجهوا عشان يعرفوا مين عنده المهارات اللي بتليق بلقب قلب الاسد. وبيكون الموضوع ده زعجه جدا، وبيقول الناس دي في نهايه المطاف بيمنعوا الخط الفرعي من انهم يتقدموا زي عائله يوجين كده، من خلال انهم يراقبوهم من وهم صغيرين ويقيدوهم بعدم استخدام اي اسلحه حقيقيه او تطوير اي مانع. وبنلاقي ابوه بيقول ان يوجين ماهر جدا لدرجه انه مش قادر يفكر فيه على انه ابنه، وبيقول انه لو اتولد في الخط المباشر ما كانش هيحتاج انه يعاني من تقييد الموهبه بتاعته. فبنلاقي يوجين بيسال ابوه بيقول له انت تعابيرك كده ليه؟ فابوه بيقول له لا مفيش حاجه. فبنلاقي يوجين بيقدر يقرا ابوه، بيقول ان ابوه بيكذب وانه بيكره نفسه لانه مش موهوب. فبنلاقي الاب بيحط ايده على يوجين وبيقول له ما تواجهش الاطفال من الخط المباشر، وبيقول له بغض النظر عن مدى موهبتك فانت من الصعب عليك انك تواجه الاطفال من الخط المباشر. وبيقول له انهم طوروا المانا واتدربوا على اسلحه حقيقيه. فيوجين بيقول له طبعا انا مش هحاول، اكيد اسمع كلامك، بس اكيد احنا عارفين ان يوجين بيكذب. وبنلاقيه بيقول في نفسه ان دي هتبقى منافسه ضد اطفال عمرهم ما بيتجاوزش 10 سنوات، وزي ما انتم عارفين يوجين راجع بالزمن من 300 سنه، فللسبب ده ما بيكونش قلقان خالص. فبنلاقي يوجين بيبص لدميه تانية، وبنعرف ان في الحفل ده هيكون هناك 3 اطفال من الخط المباشر و6 اطفال من الخط الفرعي. فبيقوم يوجين ماسك سيفه وقاسم الدميه نصين بضربه واحده، وبنعرف انه غاضب جدا لان الاطفال اللي هيواجههم دول يكونوا احفاد فيرموس. وبيقول يا احفاد فيرموس تعالوا نشوف قوتكم عامله ازاي. فبنلاقي في اليوم اللي بعده ابوه بيودعه، وبنلاقي يوجين بيقول في نفسه انه خلال حياته السابقه كهميل كان مفكر نفسه عبقري، لانه لما كان صغير في حياته السابقه ما كانش بيلاقي اي مشكله انه يتعلم حاجات جديده، وكان معدل نموه اسرع مقارنه بالاطفال التانيه. وبنلاقيه في مشهد في حياته السابقه بيكون غاضب جدا وبيشتم واحد ويقول له انت قلت ايه. وبنلاقيه كان بيشتم فيرموس، وان فيرموس كان بيقول له انت مجرد قمامه، وبيقول له انت كان ممكن تبقى اقوى بكتير لو حاولت بجهد اكبر. بس فاميل بيقول له انت مش شايف ان انا قاعد عمال بتدرب هنا؟ انا بحاول بكل استطاعتي. فاميل بيقول له حتى لو انت عبقري ما تفترضش ان الاخرين كلهم زيك. فاميل بيقول في نفسه انه ما كانش عبقري وان في عباقرة حقيقيين تانيين غيره. بنعرف ان فيرموس عشان هو بارع باستخدام السيف والسحر كان لقبه اله الحرب، وان الكل كان معترف بيه كبطل لحد النهايه. وبيكون كل التفكير ده في دماغ يوجين وهو في العربيه لطريقه للحفل، وبيفتكر اصحابه التانيين زي الحكيمه سينا. وبيقول ان الفتاه دي تم دعوتها لمملكه اروس وانتخبت كاصغر رئيسه لبرج السحر، وان الشجاع مرون اللي هو كان صاحبهم اللي ماسك فاس كبير في اول القصه. بنلاقي يوجين بيقول عليه ان المطاف انتهى بيه بانه يعمل مملكه كامله خاصه بيه. فيوجين بيمسك ايد الكرسي اللي جنبه بغضب شديد، وبيقول ان اصحابه عاشوا حياه جيده لحد النهايه، ويبقى غاضب جدا. وبيقول ليه ملك الشياطين حي لحد دلوقتي وبصحه كويسه، وان في وصيته كان موصيهم ان هم ينتقموا له ويقضوا على الشياطين كلهم، وان كلهم وعدوه بانهم يهزموا ملك الشياطين، وانه فيرموس لما كان ماسك ايده كان وعده وهو كمان. فبنلاقيه قاعد عمال بيشتم في فيرموس وانه نكس الوعد بتاعه. فبنلاقي يوجين بيقول المكان اللي هو مات فيه كان قلعه ملك الشياطين، فبيستنتج ان فيرموس قطع وعد مع ملك الشياطين بعد ما هو مات، وبفضل الوعد ده انتهت الحرب ضد ملك الشياطين والسلام عم العالم كله، والسلام ده استمر لبعد 300 سنه. فبنلاقي سواق العربيه تقريبا بيقرب من الواد يوجين وبيقول انت شكلك متوتر للغايه، وبيكون مبتسم له كده ابتسامه غريبه جدا، وبيقول له انت لو حاسس بالتوتر ده كله هيكون من الصعب عليك العيش في المنزل الرئيسي. فيوجين بيقول له شكرا على نصايحك يا سيد جوردن. وبنلاقي الراجل اللي راكب العربيه مع يوجين بيقول له ما تستعدش دلوقتي، ده لسه الطريق طويل جدا. بيفضل يطلع الراجل اللي في العربيه بيرد عليه وبيقول له ان في بوابات انتقال في العديد من الاماكن، عشان كده مفيش مشكله. جيم بيكون غاضب وبيسال نفسه طالما في بوابات انتقال امال انا راكب العربيه دي ليه؟ فبيقول في نفسه انه ما عندوش الاذن انه يستخدم البوابات. وبنلاقيه اخيرا وصل للقصر. فيوجين اول ما بيخش القصر بيكون الجو هادي وما بيلاقيش اي ترحيب خالص. بيقول طبعا مش هيقيموا حفله ترحيب بيا. وبنلاقي صاحبنا بيركز في الاعلام شويه، وبنلاقيه بيقول ان دي اعلام ليه فيرموس لينهارت صاحبه اللي خانه، وبيقولوا ان هم الناس الوحيده اللي يقدروا يحطوا شعار الاسد على صدورهم، وبيقول انهم السيره المباشره لليونهارت او قلب الاسد. فيوجين بيسال صاحب العربيه بيقول له ليه قرايبه ما وصلوش لحد دلوقتي. فصاحب العربيه بيقول له انت اول الواصلين يا سيد يوجين، وبيدعوه انه يوريه منزل الضيوف. في المشهد اللي بعده بنلاقي نفسنا قدام قصر جميل كده، وبنلاقي نفسنا قدام خدامه اسمها نينا، وبتقول له يوجين ان هي هتكون الخدامه بتاعته خلال اقامته هنا، وبتقول له انه لو احتاج اي حاجه كل اللي هيعمله انه هيمسك الجرس ده ويرنه بس. فيوجين بيقول في نفسه على الاقل هم عينوا لي خدامه خاصه. فيوجين بيقول لها انت شكلك شابه، عندك كام سنه؟ فبتقول له عمرها
16 سنة وانها انهت تدريباتها مؤخرا. فيوجين بيقول في نفسه انهم عينوا خدامة متدربة لسه عشان لو عملت اي غلط ويوجين قال لها على الغلط ده هييجوا عشان يعاقبوه. وبيقول في نفسه انهم عازمين انهم يضايقوه. فيوجين بيسألها انت تعرفي قرايبي هيوصلوا امتى؟ فبتقول له انهم هيكونوا هنا خلال 4 ايام على الاقل. فبيقول لها وريني ساحة التدريب. فبتقول له عذرا. وبنروح لمشهد تاني وبيكون في شخصين تحت القصر ده. شخص منهم بيسأل الشخص التاني وبيقول له ايه كان اسم الشخص ده مرة تانية؟ فالشخص التاني بيقول له الشخص ده اسمه يوجين، ده قريبنا. فبنعرف انهم قرايب يوجين اللي كان بيتكلم عنهم. وبنلاقي الواد ده بيقول انه سمع ان يوجين من الارياف في غرب الامبراطورية. بيقول انه اكيد معتاد على المجرفة اكتر من السيف الخشب وانه ريحته اكيد ناتنة. وبيقول حتى لو كان من قرايبنا لازم يتحمل مسؤولية تخريب ملك العائلة. فبنلاقي صاحبته دي بتوافق الرأي وبيكونوا عاوزين يضايقوه. فبيقول لها لا احنا مش هنضايقه، احنا هنحذره بس. نعرف ان البيت دي اسمها سييل وبترد عليه بتقول له انت رائع جدا. بس بنكتشف ان يوجين كان شايف الكلام ده كله. بس بنلاقي سييل بصت فجأة على يوجين. فيوجين بيستغرب جدا وبيرتبك ويقوم قافل الستارة بتاعته بسرعة. فسييل بتبتسم كده ابتسامة غريبة. وفي المشهد التاني بنلاقي يوجين في ساحة التدريب والخدامة بتتفرج عليه. وبيكون يوجين ماسك رمح طويل وقاعد عمال يتدرب بيه. وبنلاقي يوجين بيقول في نفسه انه عمره ما اتكسل في التدريب في حياته السابقة. بس بعد ما اتولد في الجسم الجديد ده بقى يتخطى حدود جسمه وبيتدرب فوق طاقته. وبيقول مش مهم قساوة التدريب، جسمه هيتولى الامر وان الاصابات الطفيفة بتتعافى بسرعة. ويبقى قاعد عمال بيتدرب والخدامة بتكون منبهرة بالحركات بتاعته وبتقول انه ازاي بيتحرك بالطريقة السلسة دي. في اكياس رمل على ايده والرمح بتاعه. وبعدين بنلاقي شخصين بيندعوا على الخدامة وبيطلعوا نفس الشخصين من المشهد اللي فات قرايب يوجين وبيسالوها يوجين بيعمل ايه دلوقتي. فبنعرف ان الواد ده اسمه سيان والبيت اللي جنبه اسمها سيال. فالخدامه بترتبك شويه بتقول لهم انتوا ايه اللي جابكم هنا؟ فسيان بيقول لها انا الشخص اللي بيقول الاسئله هنا. وبيسالها تاني يوجين بيعمل ايه هنا؟ فيوجين بيخبط الرمح بتاعه في الارض وبيقول له انت مش شايف انا قاعد عمال بعمل ايه؟ انا بتدرب بالرمح بتاعي. فيوجين بيقول له احمق. فسيال اللي بتقول له يا اخي الكرو الغبي ده قال عليك احمق. فصاحبنا بيتعصب جدا وبيقول له اعتذر حالا. فيوجين بيعتذر فالواد بيتنرفز خالص وبيقول له الاعتذار ده مش جاي من قلبك، وطي راسك وخليك مؤدب شويه. فيوجين بيقول له انت في نفس عمره. يوجين بيقول له احنا اصحاب ليه لازم ننحل لبعض. فسيان بيقول له انت ازاي تفكر اني ممكن اصاحب واحد زيك؟ وبيقول له فعلا احنا من نفس العيله بس ده مش معناه ان احنا متساويين. فاخته بتقول له بتفكروا بالمركبه. فهو بيقول فعلا. وبنلاقي اخوها بيقول ليوجين نظف العربيه اللي انت جيت بيها. وبيقول له اكيد انت لوثت المقاعد بالريحه النتنه بتاعته. فبيبقى يوجين متجاهله خالص وبنلاقيه بيندى على الخدامه بتاعته وبيقول لها انت خدمتي مش كده؟ فالخدامه بتقول له بلى يا السيد يوجين. فبيقول لها نظف العربيه اللي انا جيت بيها لهنا. فالخدامه بترتبك وبعدين بتوافق. فبنلاقي الواد اتعصب وبيقول له انت ليه بتؤمر الخدامه بالامر اللي انا امرتك انت بيه؟ وبيقول مفيش فايده ان اتحدث بلطف معاه تتجاهلني. وبنلاقيه بيبص جنبه فبيلاقي سيف خشبي فبيقوم ماسكه على طول من غير تفكير وبيقول له انت بتتجاهل اوامري؟ فبعدين بنلاقي صاحبنا بيقول له خلاص هدي نفسك خلينا نتوافق مع بعض. فبنلاقي سيان اللي بتقول ليوجين انا ما عنديش ادنى اهتمام ان صاحبك. فسيان بنلاقيه متعصب جدا وبيقول له انت اهنتني انا لازم اتحداك في مبارزه. فبنلاقي سيان بيقول ليوجين بارزني. فيوجين بيبقى مرتبك شويه ومش فاهم الواد ده بيعمل كده ليه. فيوجين بيقول له ان كلمه مبارزه مش كلمه هينه خالص وبيقول له ما تزعجنيش بالكلمه دي وروح في طريقك. فسيان بيقول له انت شكلك خايف مني. فيوجين بيبتدي يغضب شويه بس سيان بيقول له انت خايف انك تبارزني. وبيقول له ما دام انت خايف كده احني راسك واعتذر. فيوجين بيقول له لا انا ما كنتش خايف منك وانا كده كده مش عاوز ابارزك اساسا. فسيان بيقول له انت بتتهرب بس عشان انت خايف وشكل ابوك وامك ما علمكش يعني ايه شرف. فبيلاقي يوجين اتعصب ورمى كيس الرمل اللي في ايده وبيقول له يلا نتبارز. فسيان بيرتبك جدا. فيوجين بيقول له تعالى لي بسرعه اهجم بكل اللي عندك. وبنلاقي يوجين بيقلع الستره بتاعته وبيقوم راميها بعيد وبيكون الكلام ده بيحصل قدامهم كلهم خدامه وسيان واخته. فسيان بيبقى مرتبك جدا وبيستغرب هو ازاي كان شايل كيس الرمل دي في ايده وكان بيتمرن بيها وانه كان مفكر كيس الرمل دي اكياس فاضيه وانه عامل الموضوع ده كله عشان يلفت الانتباه. وبيلاقيه قاعد عمال يفك كيس الرمل من على الرمح بتاعه. فبتبقى سيال متشوقه جدا للقتال ده وسيان بيبقى مرتبك جدا وبيقول ما ينفعش اتراجع. بيقول ان سيال هتسخر منه لو اتراجع دلوقتي. فسيان بيقول في نفسه انه لازم يعاقبه عشان الشرف بتاعه. فسيان بيقول له يوجين انا بتحداك في مبارزه. وفي الوقت ده بيكون يوجين فك كيس الرمل من على الرمح وبيقول له بقبل التحدي بتاعك. فبتبقى سيال مصدومه جدا وبنلاقي يوجين هجم على سيان بهجمه قويه جدا بالرمح بتاعه وسيان بيبقى مش
مش مستحمل خالص. ومن قوه الضربه سيان طار بعيد جدا، وبنلاقي يوجين بيقول انه فاز بعد ما غلبه بضربه واحده بالرمح بس. فبنلاقي سيان اللي بتجري عند سيان تساله هو انت كويس، بس هي اللي بتقول ان المبارزه دي ما كانتش مشرفه خالص. فبنلاقي يوجين بيرد عليها وبيقول لها ايه المهين حوالين الموضوع ده، وان المبارزه بتبدا بمجرد القاء من شفا، وان ده خطا سيان انه يتخلى عن حذره. بس هي اللي بتقول له الكلام ده صح، وبتشاور عليه وبتقول له انت اتدربت على المانا مش كده؟ فيوجين بيقول لها لا انا ما اتدربتش على المانا، وبيقول ان مش مسموح ليه انه يتدرب على المانا. بس هي اللي بتقول له انه كذاب، وبتقول له ما فيش طريقه انك تقدر تمسك رمح في اكياس رمل زي كده من غير استخدام مانا، وان الهجمه اللي انت هاجمت بيها دي كانت سريعه جدا لدرجه انها خلت سيان يتخلى عن حذره، وانه ما قدرش يرد على الهجمه. فيوجين بيضحك ويقول لها كويس انت عينك مش للزينه، وبتقول له الكلام ده اتقال كتير جدا. فيوجين بيقول لها الموضوع مش كأن اخوك اتعرض للضرب فجأة، اخوك اول ما انا هجمت رجع لورا بسرعه عشان يقلل الضرر الناتج عن الهجمه. ويوجين بيقول ان ده مذهل لانه ربما ما عندوش اي تجارب فعليه في القتال الحقيقي. فيوجين بيقول في نفسه لو هو فكر في نموه في المستقبل هيكون عنده امكانيات، بس بيقول انه مش هيكون قوي كفايه عشان يكون سليل فيرم. فبنلاقي سيان بيقوم من مكانه وبيقول له انت اتجرأت انك تضربه، وبيقول له انت جبان جدا. فيوجين بيرد عليه بيقول له انت شكلكم توأم، انتوا الاتنين بتقولوا نفس الحاجه. فيوجين بيقرب منه وبيقول له لو انت سليل شريف اتقبل الهزيمه واعترف بيها بشرف. فبنلاقي شخص غاضب جاي من ورا يوجين وبيندع عليه وبيبقى مستغرب جدا. فيوجين بيبص على كتفه وبيقول ان ما عندوش اسد على كتفه او صدره، وبيقول ده اكيد فارس العائله مستاجراه. ويوجين بيقول ان شكله ماهر جدا. فبنلاقي سيان بيتعرف عليه وبيقول له انا اتهزمت يا هزار، وبنكتشف ان الشخص ده اسمه هزار. سيان بيقول له انه اتحدى في مبارزه وخسر، وهزار بيبص ليوجين باستغراب وبيقول له اعتذر على التاخر في تقديم نفسي، ويقول ان اسمه هزار وانه المسؤول عن تعليم السيد الشاب سيان. ويوجين بيلاقيه بيعرف نفسه اسمه يوجين ليونهارد وانه من غيدول، ويبقى هزار مستغرب جدا وبيقول ايه اللي حصل هنا. فيوجين بيقول له سيان اتحداني واهان والدي. فسيان بينكر الكلام ده. فيوجين بيقول ان سيان قال انه ما تعلمش الشرف من والده وانه قال عليه جبان كمان. فبنلاقي يوجين بيقول لهزار هو ده مش سبب كافي ان اقبل المبارزه دي. فهزار بيرتبك وبيقول انت عندك حق. فبنلاقيه بياخد سيان بعيد وبيقول له تعالى نعالج اصابتك. فبنلاقي سيان اللي بتقول ليوجين اشوفك بعدين، وبنلاقي هزار بيقول ليوجين امل ان اشوفك تاني بعد كده، وبيودعوا يوجين. وبعدين بنلاقي يوجين لوحده في غرفه الطعام قاعد عمال بياكل، والخدامه جنبه بتندى عليه. فيوجين بيقول لها نينا هو انت كنت بتدور عليا ولا؟ فالخدامه بتقول له ايوه، وبتقول له انه قرايبه هيوصلوا بكره والباقيين من قرايبه هيجوا بالليل عن طريق بوابه الانتقال. فيوجين بيقول في نفسه انهم جم بدري عن المتوقع. بنلاقي يوجين قاعد عمال بيبص للقلعه اللي هو فيها، وبنلاقيه بيفتكر فيرموس وبيوعده انه هيفسخ سلالته كلها. وبكده نكون وصلنا لنهايه جزء النهارده. ما تنسوش الدعم باللايك او الاشتراك، ولو في اي اقتراحات اكتبوها تحت في الكومنتات. في امان الله.